نفسك تبقى مثالي؟ جاوبني بصراحة. كم مرة شفت لقطة من حياة شخص معين وتمنيت إن تكون حياتك؟ استنى كده، أنا قلت لقطة؟ لقطة من فيلم طويل هو عايشه، فيلم فيه فشل وعقبات وابتلاءات ومعافرة، بس أنت شفت اللقطة النهائية. بس خليني أقول لك مثال بسيط. أنت نفسك تعمل فورمة، شفت كوتش فلاني منزل على انستجرام صورة في الساحل وفورمة أحلامك، تخيلت نفسك مكانه. طبيعي، بس قبل ما تبني عليه قناعة كاملة من خلال صورة، فكر هو كم مرة فشل، كم مرة لعب غلط، كم مرة اتصاب، كم مرة ما كانش عنده علم ده أثر عليه وأخره. بس مين فينا يوريك لحظات الفشل وقراراته الغلط في رحلتها؟ انت عارف ليه دايما انت مضغوط؟ لأن بكل بساطة انت شايفهم بيحققوا إنجازات ونجاحات في وقت انت ممكن تكون لسه مش عارف تحدد الطريق، وده طبيعي لأن قصتك ملهاش ريفرنس، انت اللي بتخلق الريفرنس لنفسك، وده بيخليك دايما مش مركز ولا شايف إنجازاتك ودايما مستصغرها، ودي أخطر حاجة. وده بالظبط موضوع الحلقة، رداء المثالية. السوشيال ميديا دايما بتورينا جانب واحد بس، الجانب الوردي، بس دي ولا الحقيقة ولا الصورة كاملة، لأن السوشيال ميديا أحيانا هي عبارة عن قناع. أكيد سمعت إن أينشتاين اتطرد من المدرسة وبقى عالم، بس محدش هيقولك إن في ناس كتير اتطردت ومحققتش أي حاجة. وسمعت عن البيزنس مان اللي ساب شغله وبقى مليونير. طيب وآلاف الناس اللي سابوا شغلهم وخسروا كل حاجة؟ وفين الستارت ابس اللي فتحوا ووقعوا؟ وعشان كده بقولك ما تتبعش باللقطات، خليك واعي إن لكل فيلم بطل، وأنت بطل فيلمك. النجاح قرار، مش مجرد اختيار. وخليك دايما عارف ان محدش هينجحك، انت اللي هتوصل نفسك باذن الله. طبعا يعني ايه نجاح؟ ومين قالك ان هو لازم يبقى عربيه، شهاده، وظيفه معينه؟ ليه سايب السوشيال ميديا تبني لك سلم وهمي تطلع عليه درجه درجه وهو اصلا مش ليك؟ معايير النجاح مش جاهزه، مش قالب. المعيار الصح هو انك تقارن نفسك بنفسك. النجاح مش سباق، ده رحله شخصيه جدا، ولكل واحد فينا خط سير مختلف. وبلاش تقارن بدايتك بنهايه طرق حد تاني، واحمي نفسك من المقارنات اللي تسمم. وحاجه مهمه جدا، نظف التايم لاين بتاعك وراجع نفسك. انت ليه اسرع على السوشيال ميديا؟ لان مفيش سلعه ببلاش، والسوشيال ميديا تمنها اغلى ما تملك، وقتك. بل الاسوأ ان وقتك بيتسرق وانت مش واخد بالك. تخيل انك ممكن تكون بتضيع اقل حاجه 5 ساعات، ده لو ما كانش اكتر، وكل اللي على لسانك مفيش وقت اخد كورس، مفيش وقت اذاكر. وخليك دايما فاكر ان اغلى ما تملك في شبابك هو وقتك. المقارنة الصح إنك تقارن نفسك بالسنة اللي فاتت، تقارن نفسك بامبارح، تشوف كنت فين وبقيت فين، إيه اللي اتطور، إيه اللي بقى أهوى، إيه الحاجات اللي كنت بتخاف منها دلوقتي بقيت بتواجهها. ده التطور الحقيقي. مش لازم تبص للي ناقص، بص حواليك. هل شايف النعمة ولا عينيك مشغولة بالمفقود؟ المشكلة إنك بطلت تبص للي عندك، بطلت تقدر، مع إنه زمان كان حلو. انشغالك بالمفقود بيخليك ما تشوفش الموجود، ودايما تحس إنك ورا مع إنك ماشي ومحقق حاجات بس مش شايف. في نهاية الحلقة، لو بتسأل أنا مين وحققت إيه عشان أتكلم عن النجاح، أحب أقولك إن كل ده من وجهة نظري.